في مفاجأة كبيرة النهارده شركة أنثروبيك منعت إن أي حد مش أمريكي يستخدم المودلز الأقوى بتاعتها. فلو أنت جوه أمريكا أو بره أمريكا أو حتى يا عم شغال في أنثروبيك نفسها، لو أنت مش أمريكي خلاص مفيش ولا فابلا ولا ميثود. النهارده أجازة فكنت ناوي إن أنا أستخدم موديل فابلا وأفحصه كده بتمعن. دخلت أدور عليه ما لقيتوش، فقلت دي باج ولا في مشكلة في الاشتراك. بس ببحث سريع على النت لقيت ان ده قرار من الحكومه الامريكيه بتمنع ان اي حد مش امريكي يستخدم المودلز دي حتى لو شغال في انثروبيك. وعشان صعب ان انثروبيك تحدد اذا كنت امريكي ولا لا، فلغت الموديل ده لكل الناس. والقيود دي على الاقل هتستمر لحد 6 شهور قبل ما انثروبيك تقدر ان هي تخليه متاح تاني. بس ما تقلقش، غالبا مش هيبقى متاح ليا ولا ليك لان ما حدش معاه باسبور ازرق، ويمكن قريب هيعملوا فيزا مخصوص عشان تكلم بيها الاي اي. بعيد عن الهزار، الخبر ده مهم جدا لانه بياكد على حاجه مهمه جدا. الذكاء الاصطناعي بقى اصل استراتيجي، زيه زي الاقمار الصناعيه، زي الطاقه، زي الاسلحه كمان. القوى العظمى هتحتفظ بالنسخ الافضل ليها، وهيدونا بس الموديلات القديمه اللي ما عادش خلاص شغاله. وده برضه يخلينا نسال، هل النموذج الجديد من انثروبيك بهذه القوه وهذه الخطوره؟ بس اعتقد الاجابه واضحه، لو ما كانش بالقوه دي ما كانش هيمنعوا ان الناس تستخدمه بالسرعه دي، لدرجه ان الوصول للموديل ده بقى مرتبط اكتر بجنسيتك، مش انت تقدر تدفع $200 في الشهر ولا لا. الخبر ده ملوش علاقه بانثروبيك ولا كلود، الخبر ده ليه علاقه بالذكاء الاصطناعي، ان هو بدل ما بقى سباق مين الشركه اللي هتوصل للذكاء الاصطناعي الاسرع والاحسن، بقى مين الدوله اللي هتسيطر على اقوى موديل ذكاء اصطناعي. طب احنا في البلاد العربيه هيبقى دورنا ايه؟ هنفضل نستخدم التكنولوجيا اللي الناس التانية بتبنيها؟ مش هنشارك في السباق ده باي حاجه؟ لان احنا لو اتاخرنا النهارده اعتقد ان احنا هنتاخر للابد. ولو انت خايف ان الاي اي يقعدنا في البيت، فاطمنك ده مش اكبر خطر تخاف منه. الخوف ان انت تصحى بعد 10 سنين تكتشف ان التكنولوجيا اللي بتحرك العالم بقت محتكره من قبل دوله او اتنين، وانت مش عارف حتى تستخدمها. سلام.